بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن المسلمين أنفسهم، بل أقول العلماء الذين يشرفون على تحقيق منهج الإسلام، يعطون بعض الأسلحة لخصوم الإسلام لينفذوا منها إلى هدم الإسلام. وقلنا إن بعض هذه الأشياء التي حدثت أخيرا في مصر منذ شهرين أو شهر ونصف قد وجدت عندهم مما يدل على أن لهؤلاء عيون، وهؤلاء يجدون في مصر فئة ضالعة تنقل لهم الأحداث كما تحدث في مصر. ومن هذه الأحداث ما أثير أخيرا في الصحافة من ضجة حول تحريم بعض صور الربا وتحليل البعض الآخر لها. وقلنا أنه يجب على علماء المسلمين أن يتنبهوا جيدا إلى أن خلاف التابعين للإسلام يؤثر في الإسلام كما قلنا سابقا، فما بالك إذا كان الخلاف واقعا من علماء الإسلام الذين هم المهيمنون على تطبيق الإسلام. أظن أن ذلك السلاح يكون أقوى ليقول واحد منهم: أرونا أي الرأيين من آراء هؤلاء العلماء وهؤلاء العلماء هو الإسلام. فنقول للذين أثاروا هذه الضجة أننا نحترم رأيكم جدلا، ونحترم اجتهادكم، ونحترم أنكم أردتم كما تقولون أن تعيشوا العصر. وإن كنا ننقض هذه العبارة، لا يصح لعالم مطلقا أن يقول يجب أن نعيش العصر، لأن هذا القول معناه أن نعيش العصر، فالعصر هو المشرع. فإذا اضطرت ظروف العصر إلى أشياء يجب أن نأخذها والدين لا يمانعها، فكأننا نريد أن يهبط منهج السماء إلى الأرض لتكون هي المشرعة. نقول لهم: لا، صفوا عباراتكم، قد تكونون قد قلتموها عن حسن قصد أو عن عدم تمحيص لما يمكن أن يولده خصوم الإسلام منها. يجب أن نعيش العصر. لا، رجل الدين يجب أن يقول يجب أن نعيش الدين، وليخضع العصر أنفه لمنطق الدين إن أراد أن ينسب إلى الدين، وإلا فإن لم يرد أن ينسب إلى الدين فهو حر في هذا. فإذا ما كان بعض العلماء يخالف جمهرة العلماء في حل بعض الصور البنكية ليقول أنها ليست من الربا، وجمهور العلماء يقول أنها من الربا، نقول لهم: جدلا سنحترم رأيكم. وإذا ما احترمنا رأيكم وجعلناكم طرفا مقابلا، قلنا أن هؤلاء يحللون وهؤلاء يحرمون، أو أن بس يحللون وهؤلاء يحرمون، سنحترم رأيكم جدلا ونقول: إذن فالأمر مشتبه، بعض يحلل وبعض يحرم، ولا معنى الاشتباه إلا بهذا، لأن معنى مشتبه يعني لا أستطيع أن أقول إنه حلال ولا أستطيع أن أقول إنه حرام. هل رسول الله ترك مثل هذه القضية بدون حكم وحل فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فوضه الله أن يشرع لا يمكن أن يترك في دينه هذه اللبنة دون أن يضع لها حدا، فكأنه علم أن الطبع البشري سينتهي إلى شيء، قد توجد وجهة نظر وينتهي آخر إلى شيء آخر، فقال: اسمعوا هذه القضية لتحسم لكم كل خلاف. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة أو مشتبهات يعني يخفى فيها وجه الحل ووجه الحرمة، ولنجعل هذه المسألة منها. طيب، ماذا قال رسول الله في ذلك؟ قال: فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك مثل هذه القضية، ولكنه حكم فيها وقال: لماذا رجح جانب ترك على جانب فعل؟ لأنه يتكلم عن الاستبراء للدين وللعرض. والاستبراء إن قال شيء بالحرمة وقال شيء بالحل، إن أردت أن تستبرئ للدين وللعرض تترك أم تفعل؟ تجعله حلالا أم تجعله حراما؟ أجعله حراما.
وإن لم أجعله حرام ولجأت إلى جانب التحليل يبقى خالفت رسول الله في قوله فمن ترك، لأنك لم تترك، تبقى مخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المخالفة تدخلك في ماذا؟ إذا كان الذي ترك قد استبرأ لدينه ولعرضه، يبقى من لم يترك ماذا صنع؟ لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه. وهل الدين مخالف للعرض؟ نعم، استبرأت لدينك لأنك ستستبرئ أن يأخذ واحد حكما عنك ويبقى وزره عليك طول العمر، وعرضك علشان الناس ما تلتش فيك وتقول يا سلام ده دين رقيق، ده مش متمكن، ده عايز يطاوع الناس، عايز يأين، يبقى ما استبرأتش لعرضك. يبقى إذن يجب أن نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك مثل هذه القضية، وإنما شرع لها، وحين يشرع لها يبقى أخرجنا من المتشابه أيضا. يبقى قال لك الحلال بين، يعني ما فيش فيه خلاف، والحرام بين ما فيش فيه خلاف، وبينهما يعني فيه شبهة حل وفيه شبهة حرمة. قال فمن ترك، ولا فيما فعل، فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه. أي ومن لم يترك، هذا المفهوم بقى، ومن لم يترك يبقى لم يستبرئ لدينه، يبقى دينه مش بريء ولا عرضه يسلم من القدح. فعلى هؤلاء العلماء أن يلتفتوا جيدا إلى النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقولوا قولة الحق في مثل هذه المسائل، حتى أن الذين فتنوا بآرائهم وفتنوا بفتواهم يعودون ثانيا إلى حظيرة الحق بالحق، وحينئذ يكونون قد استبرأوا بحق لدينهم ولعرضهم. وعلى هؤلاء الذين يريدون أن يستقبلوا مثل هذه الفتاوى إن لم يجدوا من العلماء من يترك ما شبه له حتى يستبرئ لدينه وعرضه، فيجب على السامعين لهذا الرأي أن يستبرئوا هم لدينهم ولعرضهم، لأنه سيأتي يوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويقول الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فليفهم جيدا هؤلاء أن الذين يتبعونهم ليوافقوا غرضا عندهم في تنمية ثرواتهم بغير طريق، لا أقول حراما ولكن مشتبه فيه، هؤلاء يجب أن يتنبهوا إلى أنه سيأتي يوم يتبرأ التابعون من يتبرأ المتبوعون من التابعين، ويجب أن يعلم هؤلاء أنهم سيرثون بهذا الفعل ضلالا في اعتقادهم وإضلالا لغيرهم، وذلك وزر وهذا وزر آخر ليصدق فيهم قول الله ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. يجب عليهم أن يتنبهوا جيدا لهذه القضية. وأقول للذين أخشى أن يفتنوا بمثل هذه القضية، أقول لهم جربوها في نفوسكم واسألوا من كان يتعامل فيما يقول هؤلاء أنه حلال كيف كان حاله قبل وكيف صار حاله بعد أن ترك هذا. كل واحد حجة على نفسه، وأني أسأل الله لهؤلاء أن يتوبوا إلى رشدهم، وأسأل الله للذين يريدون أن ينتفعوا بهذه الفتوى أن يتنبهوا جيدا إلى أحوال الذين يتعاملون هذه المعاملة، أو يتنبهوا إلى أحوالهم قبلها وإلى أحوالهم بعدها. ويجب علينا جميعا أن نفهم أن كل خلاف يدب بين المسلمين خلاف مستغل ضد فكرة الإسلام، والذي يصنع شيئا من هذا إما مفتيا وإما مطبقا ومنفذا سيكون من الذين يمسكون معولا ليهدموا به قضية الإسلام عند خصوم الإسلام. وإذا ما تركنا هذا الأمر جانبا في أن العلماء أو المسلمين الذين يخضعون لفتاوى العلماء يقفون مواقف أقول اجتهادية، أن يعلموا جيدا أن أي خلاف في قضية الدين يستغله الذين لا يحبون قضية الدين،
لأن هناك أناس لم يقدروا على نفوسهم لينصاعوا لحكم الله في حركة حياتهم، فمن حظهم أن تكون قضية الدين قضية كاذبة، ومن حظهم أن يتخاصم رجال الدين والمتبعون لأي دين ليجدوا لنفسهم مبررا في أنهم لم يلتزموا. وهؤلاء جميعا وزرهم عندنا عند العلماء وعند المطبقين لفتاوي غير الدقيقة من العلماء. وإذا ما انتقلنا نقلة أخرى للشيء الذي يؤخذ على قضايا المسلمين لينفذ منه خصوم الإسلام، يقولون إنكم جادلوهم بمنطق القرآن ومنطق الحديث، مما يدل على أن المخططين لهذا الأمر قرأوا القرآن جيدا وقرأوه بفهم، وقرأوا الحديث جيدا وقرأوه بفهم، إلا أنهم لم يقرأوه بنور. وفيه فرق بين الفهم والنور. الفهم بيأخذ القضية ويستطيع أن يجد لها مبررات عند السطح. ولذلك ألم يقولوا إن القرآن في تناقض؟ إحنا نقول لا، ما ظاهره التناقض. ليه؟ لأن خدنا القرآن من حكيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف، ولكن نظرا لأنه من عند الله والله لا ينسى ولا يتضارب، بنقول لا، ده لازم جاب الحتة دي الحكمة، ده لازم دي لها معنى، وعمال نطلع منها إيه؟ نطلع منها أشياء. ولذلك القرآن يلح إلى أن نتدبر، مش كلام كده جاي كده بس تاخده، لا، تدبر. ومعنى تدبر كما قلنا يعني لا تنظر إلى واجهة ومعطيات الأشياء، ولكن انظر إلى الخلفيات المعطاة من الدبر. في شيء يواجهك وشيء خلفك. الشيء اللي واجهك اللي احنا بنسميه على طرف السماء أمر واضح ومفهوم، لا ما في حاجة تانية. فالمؤمن بينظر إلى الأمام وإلى اللي خاص الإسلام ينظر إلى الواجهة بس. إن وجد آية ظاهرها التعارض كده، ولا ده القرآن بتاعهم فيه تعارض، ما نظرش إلى الوجه الثاني، ما تدبرش. فمثلا يجي يقول إن نفس الرسول الذي جاء القرآن على لسانه وقال إنه مبلغ من عند الله هو نفسه أول من تضارب مع القرآن، وجايبين نص مما يدل على إنه مستوعب. كيف يقول القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه؟ أهيدي من ضمن المأخوذ عليه اللي عايزين يردوها علينا سهل. ما آتاكم الرسول فخذوه، ثم يأتي حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم. معنى أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني لما أقول لكم حاجة ودنياكم تقول لكم عليها، يبقى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقول له طيب لو أردت بقى أنك تفهم، هل الذي قال أنتم أبصروا بشؤون دنياكم أليس رسول الله؟ هو رسول الله. والذي قال الله ما آتاكم الرسول فخذوه أليس هو الله الذي يقول لرسوله؟ هل قبض محمد قبل أن يقول الثانية؟ إذن هو بلغ هذه وقال هذه هو نفسه. يبقى لازم تكون الجهة منفكة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الحكاية اللي جت أخرانية أهو آتانا الرسول فأخذنا، قال أنتم أبصروا بشؤون دنياكم، مش كده؟ يبقى هو اللي قال. يبقى اشمعنى هتخرج دي ما آتاكم الرسول فخذوه؟ ده إذا كانت المسألة منصبة على شيء واحد، فإن لم تكن منصبة على شيء واحد. الإسلام جاي قوانين تختلف فيها الأهواء، تدخل فيها الإسلام، وقوانين الأهواء ما بتختلفش فيها. قوانين علمية، قوانين كونية، قوانين تجربة، قوانين أمور مادية دي بنت التجربة. الهوى لا يخضع فيها، ما فيش فيها هوى أبدا. هل دخل أي عالم من العلماء معمله ليتفاعل مع العناصر بهوى عنده إلا هوى أن يصل إلى الحق الذي تهدي إليه المادة الصماء؟ ما دخلش بهوى. لو دخل بهوى ما ينفعش. يبقى إذن دخل مجردا عن هوى، فما تعطيه المادة الصماء الذي هو بصددها يكون هو القانون. الله. يبقى إذن فيه أمور مادية كونية تجريبية،
وفيه أمور تخضع للهوى. العالم فيه الاثنين ده. وإذا نظرنا إلى العالم المعاصر وجدنا هاتين الموجتين تحكمان حركة الحياة فيه، حركة خاضعة للهوى كل واحد يقول اللي في راسه، وحركة معملية خاضعة للتجربة. وسنجد التجربة حكمت الجميع فلم يشذ عنها واحد، وسنجد الهوى فرق الجميع فلم يجتمع عليه اثنان. وإلى لقاء آخر.